السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص يعني رمضان بيخلص، والنهاردة أنا بكلمكم من جزيرة اسمها بوتون. انتقلنا من جزيرة مونا إلى هذه الجزيرة، ودي جزيرة دخلها الإسلام تقريبا من 400 سنة، وكان أول سلطان مسلم اسمه سلطان القائم بالدين. وانت بتبص على المنظر كده، وراك البيوت الجميلة دي، ووراك البحيرة، او ده فاتح على المحيط، وتعرف قد ايه عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. فانا عايز اقول لك بقى تعمل ايه دلوقتي في الوقت اللي خلاص رمضان بيخلص. ترضي ربك ازاي؟ تعمل ايه؟ وهوريك المنظر هنا شكله جميل ازاي. وسامع القرآن هنا، يحبوا يقرأوا القرآن على طول. فإنه يعلم السر وأخفى. خلص فاضل ربع ساعة على المغرب، ودي آخر ليلة في رمضان. إذ ناداه. وهديك بقى 5 نصايح بسرعة كده تعملهم قبل نهاية رمضان. أول حاجة، آخر ليلة في رمضان ربنا بيعتق رقاب قد اللي ربنا بيعتق رقابهم طول رمضان، فما تضيعش الليلة دي خالص بالله عليك. واقعد صلي في الليلة دي وادعي ربنا وقول له: يا رب اديني، يا رب اعطيني، يا رب ماليش غيرك، يا رب أنت يعني إلهي، وأنت مقصودي، وأنت ربي، وأنت إلهي. ما تسيبش ربنا أبدا في الليلة دي. قول له: يا رب أنا مش همشي من على بابك إلا لما تغفر لي. وخلي دايما في قلبك إحساس إن ربنا هيغفر لك سبحانه وتعالى. اوعى تسيب الموضوع ده. خلاص، دي أول حاجة. تاني حاجة، ساعد الناس اللي محتاجة عشان خاطري. ما تسيبش حد يكون محتاج وتتخلى عنه، وبالذات في الظروف دي. ولو حد طلب منك مساعدة وقال لك سلف وانت تقدر تسيب له الفلوس، ما تجيش وقت رد السلف تقول له فين فين فين. ما هو اكيد اللي زنقه اول مرة هو دلوقتي مزنوق اكيد. الحاجة التالتة والمهمة، ودي بقولها اللي محتاج: اوعى تعمل قرض او تروح تاخد بالربا، او تعمل الحاجات اللي هي الشركات اللي طالعة اللي بتديك 5 وانت تردهم 7 ولا 10. روح استلف احسن. مش عارف ليه عندنا في مصر شوية عندهم حساسية قوي من الحتة دي. يقول لك: لا انا كرامتي ما استلفش، ما زلش نفس الحد، لكن اخش السجن بالقرض واغضب ربنا بالربا. لا يا عم، زل نفسك عادي. ودايما عشان ما تتزلش وانت بتطلب حاجة، ما تطلبهاش من حد، اطلبها من ربنا الاول. وما تطلبش فلوس، اطلب الحاجة اللي انت عايز تعملها بالفلوس. يعني عايز تعمل اشعة، ما تقولش ادوني فلوس عشان اعمل اشعة لامي. قول له: انا عايز اروح المركز، شوف ارخص مركز يعمل اشعة واعمل لي الاشعة. هو هيجي معاك ويقول له اعمل لها الاشعة. انا ساعات بيبقى واحد هيقول لي مثلا: يا دكتور رامي انا عايز فلوس عشان اعمل عملية لوالدتي مثلا. اقول له: هتعملها عند مين؟ يقول لي: عند الدكتور الفلاني. اروح للدكتور الفلاني واتكلم معاه بكل ذوق وادب واحترام، واقول له: الراجل ده احنا بنساعده، ما تقدرش انت تعملها له مجانا؟ وكتير بيقول لي: اللي انت عايزه على راسنا يا دكتور رامي، ويعملها له مجانا او ياخد يا دوبك تكلفه العمليه. فما تاخدش بتضايق قوي لما الاقي واحد يبيع حاجه ياخد قرض مثلا. طب ما تطلب الحاجه اللي انت عايزها نفسها. انا عايز دواء، اجيب لك الدواء. عايز اكله، اجيب لك الاكل نفسه. عايز مش عارف مثلا ادفع مصروف في المدرسه، اروح المدرسه ادفع لك المصروف. ما تعتبرش ان ده ذل. الذل الحقيقي هو انك تاخد قرض وتغضب ربنا. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. الحاجة اللي بعد كده وحابب أقولها بقى وضروري تعملها في رمضان، هو إنك ما تسيبش رمضان يعدي إلا وإنت استغفرت لنفسك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ارضي ربنا على قد ما تقدر. طلع زكاة الفطر ما تنساش. قول له: يا رب اقبلني. وفي الآخر خلي بالك، كل اللي أنت عملته ده ربنا مش هيقبلك بأعمالك، ربنا هيقبلك برحمته سبحانه وتعالى. والحاجة الأخيرة باختصار كده، ما تسيبش القرآن بعد رمضان، ما تسيبش قيام الليل بعد رمضان. تحرك وقرب لربنا. وأعظم حاجة ترضي ربنا هو أنك تعرف الناس بربنا. فعرف الناس بربنا، وكلم الناس عن ربنا الجميل الرحيم الكريم. قول للناس قد إيه ربنا عظيم. زي ما أنا كده عملنا هنا محاضرات لطلبة القرآن، ولفينا كذا جزيرة،
وقابلنا ناس وصلينا في جزر ما كناش نتخيل ان احنا نصلي فيها، واماكن يمكن ما حدش صلى فيها قبل كده. وبقيت اقف في وسط السوق واذن واقول الله اكبر، ونروح مع زمايلنا نتفسح برضه ونصطاد ونروح ونعمل كل حاجه، بس الهدف الاساسي هو ان احنا ندعو الناس الى الله. فبقت رحله تدعو الناس الى الله، وفي نفس الوقت ترضي ربنا، وفي نفس الوقت تتفسح وتغير جو. فاعمل كده، استغل وقتك في انك ترضي ربنا، ويوم ما ترضي ربنا يوم ما هتلاقي كل امورك مشيت زي الفل. وفكر في كل حاجه هو ازاي ربنا يرضى، واستغفر ربنا. ويا ريت تسامحوني لو حد كنت اخطأت في حقه. والواحد طبعا زعلان على اللي بيحصل لاخواتنا في غزه، دول ناس صابره وصامده وبيكلمني مرضى من غزه، وبحاول اديهم استشاره اعالجهم مجانا. ناس تعبت، ناس واقفه كل ده بصمود، محدش عمل لهم اي حاجه، واللي في ايدينا الدعاء وبندعي لهم. وناس تستاهل الجنه فعلا، منهم اللي يموت هيدخل الجنه مباشره. والواحد كان نفسه يقدر يقدم حاجه اكتر من الدعاء، بس انتم في مكان افضل في الجنه وبنتعلم منكم. ولكن اللي بنقدر نعمله هو الدعوه، الدعاء، الصدقه بنيه تفريج الهم والكروب. الحمد لله رب العالمين. لا، في ناس بتسلف حد قرض حسن بدون فايده، وفي ناس تسلف حد قرض حسن وما تقولوش رده. انا عمري تقريبا ما سلفت حد قرض حسن ورده، وانا مش بسأل عليه، مش عايزه. لو انا مش محتاجه خلاص مش عايزه، لو مبلغ صغير خلاص مش عايزه، لو مبلغ الحمد لله ربنا عوضني ورزقني خلاص مش عايزه، ما فرقتش. ما هو مش ده اللي هيموتك، سيبه، ما هو اكيد مزنوق وبالذات في الظروف الصعبه. لكن لما تاخد قرض، انا ليا واحد لسه مكلمني قال لي خدت قرض عشان اعمل مشروع فراخ، وحطيت في الاوضه وجبت 50,000 جنيه وعملت المشروع. الفراخ جالهم مرض تنفسي ماتوا، الدوره الثانيه قلت اعوض ماتوا، خسرت كل الفلوس. من ساعه ما دخل عليا القرض دخل عليا الخراب. اوعوا حد يعمل قرض، ويوم ما تحتاج حاجه اطلب الحاجه، مش اطلب فلوس تعمل بيها الحاجه. واطلبها من ربنا الاول، ربنا هيديها لك ويكرمك ويرضيك. والجأ لله، ربك كريم وعظيم ورحيم، ومفيش حاجه تعجزه، وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. واسمع القرآن كتير، وما تنساش القرآن بعد رمضان. اتفرج هنا بيعملوا ايه بالقرآن، اتفرج بيشغلوه ازاي في كل البيوت وفي كل المساجد. وشوف تواشيح وابتهالات الشيخ محمود خليل الحصري اللي بتشتغل قبل المغرب ب5 دقايق. انا مش هتكلم، هسيبكم تسمعوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبوا القرآن وحب ربنا وحب العمل الصالح وارضي ربنا، وما تطلبش حاجة من حد، اطلبها من ربنا، وربنا هييسر لك اللي يجيب لك الحاجة اللي انت عايزها لحد عندك وزيادة. واستغفر ربنا كتير في آخر ليلة في رمضان، وصلي كويس وادعي ربنا كويس، وقول له يا رب أنا عارف إني مش هدخل الجنة إلا برحمتك. وكلم كل الناس عن ربنا، وادعي الناس إلى الله بالحسنى وبالموعظة وبالكلمة الطيبة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين. يلا أسيبكم بقى عشان خاطر هنروح نفطر كمان 5 دقايق، وهنفطر برضو مع طلبة القرآن، وعاملين لهم كده إن شاء الله بروجرام إفطار كده جماعي ودرس جميل ندعوهم فيه إلى الله وإلى قدرة الله وعظمة الله، ونكلمهم فيه عن كرم ربنا سبحانه وتعالى. أسيبكم على خير. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل يحييكم من جزيرة بوتون، مدينة اسمها باو، والجزيرة دي جنب جزيرة مونة كبيرة شوية، جنب جزيرة سلواسي الجزيرة الرئيسية اللي جنب جزيرة جاوا اللي فيها عاصمة إندونيسيا جاكرتا. معكم الدكتور رامي إسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توحشونا. يلا في رعاية الله، مع ألف سلام. صلى الله عليه وسلم.